السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف، ورجعنا لكم فيديو جديد من جول مشترك. وقبل اي حاجه نصلي على النبي ونوحد الله. وفي حلقتنا النهارده هنتكلم عن لعيب اسطوره في افريقيا والوطن العربي، هو الماجيكو وامير القلوب محمد ابو تريكه. واسمه بالكامل محمد ابو تريكه، او تريبل محمد ابو تريكه اللي هيريحك يعني. السلام عليكم. ثلاجه فيها ميه قلنا. ايه ماشي. واتولد محمد ابو تريكه يوم 7 نوفمبر 1978، يعني عندي دلوقتي 45 سنه. واتولد محمد ابو تريكه في قريه نهي تبع محافظه الجيزه، واتربى مع اسره متواضعه مع 3 اخوات رجاله وبنت وحيده. وهو صغير بقى كان بيروح مع عمه مصنع طوب بيشتغل معاه، وبسبب الشغلانه دي يعني ساعده يربي شويه عضلات كده ولياقته البدنيه تزيد. محمد ابو تريكه وهو صغير كان بيحب يلعب كوره، فكان بينزل مع اصحابه وجيرانه في الشارع بيلعب كوره، وكان برضه بيروح يلعب دورات رمضانيه. وبسبب ان ابو تريكه كان مهاري وكان بيلعب كوره كويس، صاحبه مجدي عابد عرض عليه انه يروح يقدم في نادي الترسانه عشان يروح الاختبارات. وبالفعل راح ابو تريكه يقدم في الاختبارات بتاع نادي الترسانه وهو عنده 12 سنه، وبسم الله ما شاء الله يعني عدى كل الاختبارات، مفيش اختبار جلاه. وابو تريكه بقى في سن ال 17 صعد للفريق الاول نادي الترسانه. ساعتها الفريق الاول من نادي الترسانه كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه او دوري المظاريم. تعال بقى اقول لك ابو تريكه عمل ايه عشان يصعد الفريق للدرجه الاولى. ابو تريكه ساعتها كان هداف الفرقه وهداف الدوري ساعتها بتاع الدرجه الثانيه ب 23 هدف. انت متخيل بالنسبه للعيب نص ملعب؟ في الموسم اللي بعده ابو تريكه قدر يعمل للفريق 17 مساهمه تهديفيه، منهم 6 اهداف ليه و11 اسيست لزميله في الفريق مهند البوشي. وبكده الفريق قدر يحصل على المركز ال11 في الدوري. في الموسم اللي بعده بقى بموسم 2002 نجح ابو تريكه بيسجل مع الفريق 7 اهداف، وبرضه نجح الفريق الترسانه للبقاء في الدوري المصري. وفي موسم 2003 كان موسم انفجار ابو تريكه مع الترسانه، سجل 11 هدف في الدوري مع انه كان خط نص. وكمان الاعلام كان بيتكلم عليه كتير وعمل ضجه كبيره في الاعلام والناس كلها كانت بتتكلم عليه. وساعتها ابو تريكه التحق في جامعه القاهره وتخرج من كليه اداب قسم تاريخ. وخلال دراسته اتعرف على زميلته سميه وحبوا بعض واتجوزوا سنه 2002، وخلفوا 5 اطفال منهم التوأم احمد وسيف، و3 بنات هم رؤيه وموده وسدره. وللعلم يعني لو عايز تعرف ان احمد وسيف بيلعبوا في قطر، احمد بيلعب في نادي العربي القطري وسيف بيلعب في نادي قطر القطري. وفي 2003 كان في انديه كتيره كانت عايزه تشتري ابو تريكه زي نادي انبي ونادي الزمالك، وكانت رغبه اللاعب انه يروح الاهلي. وبسبب موجود محمود الخطيب كان ساعتها نائب الرئيس في النادي الاهلي، قدم الاهلي عرض لابو تريكه بقيمه 450,000 جنيه لمده 3 سنوات. وساعتها ابو تريكه لبس رقم 22 اللي كلنا حبيناه بسبب ابو تريكه واللي مش هيليق على حد غيره. وبسبب ان ابو تريكه يلبس رقم 22 كان في مره كان بيعمل عمره وطالع من المسجد النبوي وشاف رقم 22 على باب مسجد النبوي، فحس ان دي اشاره، واول ما رجع مصر طلب ان هو يلبس 22. تعال بقى اقول لك بدايته مع النادي الاهلي واول مباراه لعبها معاهم. واول ماتش لعبه مع النادي الاهلي كان امام طنطا في كاس مصر، وهو ساعتها هو اللي احرز الهدفين وفاز الفريق ب 2-0. ووصل ساعتها الاهلي الى نهائي كاس مصر وخسر امام المقاولون العرب ب 2-1. الموسم ده ما كانش افضل حالات الاهلي لانه طلع من كاس مصر وطلع من كاس الاتحاد الافريقي واتغلب كام ماتش في الدوري متتالي، وما كانش افضل حاجه يعني. وبسبب الموسم الوحش اللي عملوه ساعتها الموسم اللي فات خلى ان اداره النادي الاهلي تجيب تاني مانويل الجوزيه ترجعه تاني وتتعاقد مع ابو تريكه ولاعبين اخرين. تعال بقى اقول لكم ابو تريكه عمل ايه في اخر الموسم ده. في اخر الموسم ده ابو تريكه قدر يلعب مع النادي الاهلي 13 مباراه متتاليه، جاب فيهم 11 هدف، ومجمل الدوري كله جاب 14 هدف. وبكده بقى ابو تريكه الثاني هدافين الدوري المصري. وفي موسم 2005 ظهر الاهلي باداء جيد في الموسم ده وبسبب تعاقدات مع اللاعبين الجدد، واللاعبين الجدد هي محمد بركات وعماد النحاس وسليم الشاطر، وتم تصعيد عماد متعب من الناشئين. تعال بقى اقول لك ابو تريكه عمل ايه الموسم ده. وفي الموسم ده قدر ابو تريكه يسجل 9 اهداف مع النادي الاهلي في 7 مباريات، وساهم لعماد متعب عشان يصل لهداف الدوري المصري الى 15 هدف. في الموسم ده الاهلي قدر ياخد الدوري المصري، وابو تريكه ساعد الفريق ليصل لنهائي دوري ابطال افريقيا باحرازه هدف من على بعد 30 يارده، والهدف ده كان امام النجم الرياضي الساحلي التونسي وكسبوا البطوله ساعتها. وبكده الاهلي طبعا اتاهل لكاس العالم، بس للاسف ما عملش حاجه الموسم ده
وخد المركز الاخير. وصرح ابو تريكه ساعتها انهم فقدوا مستواهم يعني ما كانش بيلعبوا زي ما كانوا بيلعبوا قبل كده. هندخل دلوقتي على موسم 2006 وده كان من افضل مواسم ابو تريكه مع النادي الاهلي. وساعتها ابو تريكه قدر يساعد الفرق ان ياخد دوري الابطال المره الثانيه على التوالي، وساعتها كان هداف البطوله ب8 اهداف، وكان هو سبب فوز في النهائي امام الصفاقسي التونسي بالهدف العالمي اللي جابه فيه ساعتها في الدقيقه 91. ابو تريكه برضه ساعد الاهلي انه ياخد الدوري المصري، وكان ساعتها هو هداف الفرق وهداف الدوري المصري برصيد 18 هدف. وكسب ساعتها مع الاهلي كاس مصر وكاس السوبر المصري، وبطوله كاس السوبر المصري هو اللي احرز هدف النهائي. وكالعاده الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، بس النسخه دي بالذات كانت غير النسخه اللي قبلها خالص. وتعالى برضه اقول لك ابو تريكه عمل ايه في النسخه دي. وفي المباراه الافتتاحيه في كاس العالم كان ضد اوكلاند سيتي، وابو تريكه ساعتها احرز هدف من ركله حره، وتاهلوا لنصف النهائي ليقابلوا انترناسيونال البرازيل. في الماتش ده الاهلي خسر بنتيجه 2-1 مع ان ابو تريكه فعل المستحيل، لكن القائم كان ليه راي تاني، مع ان ساعتها فرقه انترناسيونال دي كان فيها اسماء كتيره يعني حلوه زي باتو وادريان. في مباراه تحديد المركز الثالث كانت امام كلوب امريكا المكسيكي، وكان في الشوط الاول ابو تريكه احرز ضربه حره، وفي الشوط الثاني رغم تعادل الفريق الثاني مع النادي الاهلي بس ابو تريكه كان ليه راي ثاني، بعمل اسيست لفلافيو في الدقيقه 79 وانتهت المباراه بنتيجه 2-1 للاهلي. وبكده الاهلي احرز المركز الثالث في كاس العالم للانديه، وبكده بقى النادي الاهلي اول فريق افريقي يحرز ميداليه في هذه البطوله. انا عارف انك تهت مني في الموسم ده، هو موسم مليان شويه، ابو تريكه كان انجازاته كتيره، بس تعال نقعد مع بعض ونلخص لك كده الدنيا مع بعضينا واقول لك كل حاجه دلوقتي. وقدر ابو تريكه ياخد كل البطولات اللي شارك مع النادي الاهلي فيها بره مصر وجوه مصر، ما عدا بطوله واحده وهي كاس العالم للانديه، وساعتها حققوا المركز الثالث وخد البرونزيه. وقدر ابو تريكه ياخد الهداف في 3 بطولات من البطولات اللي خدها، هي كاس العالم للانديه كان جايب 3 اهداف، والدوري المصري كان جايب 18 هدف، ودوري ابطال افريقيا كان جايب 8 اهداف، طبعا غير الاسيستات اللي عاملها يعني اللعيبه يعني. في الموسم ده بسبب اداء مميز من ابو تريكه اترشح لجائزه افضل لاعب افريقي، وترشح من افضل 5 ساعتها، بس للاسف ما حققش الجائزه. ترشح برضه لجائزه BBC بس برضه خد المركز الثالث فيها. ووصف مانويل جوزيه ابو تريكه ساعتها في الموسم ده انه افضل لاعب في افريقيا ولا يقدر بثمن خالص، وقال عليه برضه تاني انه لو ابو تريكه اتشال من الفرقه مش هتخلي الفريق اصلا من غيره. طبعا عاوز تعرف ابو تريكه عمل ايه في موسم 2007، هروح اعرف وارجع لك، خليك قاعد مستنيه، خليك.